طلعت نماذج تحكي بالدين ومسويه روحها متدينه، وهم بالحقيقه لا يم الدين ولا يعرفون. اغلبهم صلاة ما يصلون، لو بعض الجهله يطلعون يحكون بالستر والحجاب وهم ما يعرفون احكامه، واغلبهم يسوون مراءات. باخر فتره شفت واحد اسمه حسوني السيد، شفته ينشر عن الدين، بس يا ترى هل نقدر نعتبر محتوى ديني؟ هنا حسوني السيد ينصح عن الحجاب. تعالوا نشوف. عدل حجابك، عن حجابك، ما تروحيش، امسح مايكيك، خلاص انت بالمنطقه، خلي الناس تسولف عليك بزياده. شوف أخي العزيز، هي وحدة من الاثنين، لو تعتزل هذا المحتوى، لو تعرف نفسك أنت ايش جاي تحكي وايش جاي تنزل. بالي راح تقول إنه لبسي الحجاب على مود الله، خاف الله مثلا يعاقبك، خاف الله يسوي بيك شي وتوضح الغاية منه. بس حضرتك بدل هذا تشجع على المراءات. البعض راح يقول شلون يشجع على المراءات؟ راح أقول لكم. في حال البعض جاهل بهاي الأمور، فالرياء له أقسام عدة، مثل خوف النقد وحب المدح والجاه واخفاء الكفر. هذا اللي اسمه حسوني السيد قال البسي الحجاب فشله من صحبان اخوك، ليش ما تقول فشله من الله؟ وهذا يعتبر رياء خوفا من النقد. ولما قلت رفعي راس اهلك بالمنطقه، هذا ايضا يعتبر رياء، وهو من نوع حب المدح او حب الجاه، يعني بمعنى تحس بالغرور لين سوت فد عباده وعبالها هي مسويه فد شيء مستحب بس هو واجب عليها، فيتملكها الغرور. وبهاي الحاله محتواك غلط، لين ما تشرح الدين بطريقه صحيحه، يعني الدين مو لعبه او فد وسيله للشهره عندك. اخي العزيز، لو انت صدق متعمق بالدين عرفت انه هذا الا وهو تشجيع للمراءات، ولما تلبسين الحجاب لغايه الرياء راح يكون حسابك اعظم من اللي ما لابسته. خلي يكون بعلمك يا عزيزتي. وهنا الاستاذ الشيخ حسوني السيد يقول اتعجب على بيه حبيبي يسولف وياها سوالف مو زينه وحتى لا نضاغي وانت ما مفتهمي. هذا اول دليل هو جاي يضحك عليك، جاي يضحك عليك، يعني يصير المرضى والحلال ما يسولف وياك سوالف فاضحه. وين اكوان استاذ حسوني، بدل ما تقول هيجي تقدر تقول انه العلاقات حرام بدل هذا كله. يعني شنو هالكلام هذا اللي احسه ما له داعي؟ اللي يدخلون علاقات حرام شو يتوقعون مثلا؟ وشنو انت تشجع مثلا؟ لو شنو يعني انا ما اريد ادخل بنيتك ولا عندي عداوه وياك ولا اتهمك باي شيء، بس جاي مجرد اني اشوف كلامك شنو معناه، او خليني اقول شنو المغزى منه. هنا حسوني السيد حب شويه يتفلسف. وانا جوعان لازم اكل وحده من ذا، لازم اخذ وحده. هل يا ترى احط هاي البرتقاله اللي ما اعرف مكانها؟ البنات مو مخضر، ترى بشر. تريد تنصح لا تقول برتقاله وشكليته وما ادري شنو. ما حد راح تسمع النصيحه بهاي الطريقه وراح تكرهن بالدين وبالحجاب اكثر. ثقف نفسك وقول كلام اكثر ثقافي وعقلاني. قول مثلا انه حرام، اذكر ايه الخمار او الحجاب والاحاديث والغايه من الحجاب والعقاب والثواب همين. مو تجيب لي سالفه البرتقاله. هنا الاستاذ حسوني حب يوجه فد رساله، عود هو يحكي امه. واحد هو يولد مصلحتي، مصلحتي يجي واحد مصلحتي قال لكم في الصباح انا راح الحق، مصلحتي يجي راس واحد في المطر والله قال. بدل ما تغلط بهالطريقة وتعمم، تقدر تقول للبعض ليش مسوي انه انت تعرف كل شيء بالدين وانت بالحقيقة اغلب كلامك ما له دخل بالدين. انا ما اريد اقول انه انت ما تعرف بالدين او اريد اتهمك بالكفر وما ادري شنو، بس جاي انه اشوف كلامك شنو جاي يؤدي. مثلا ممكن تكون ناشر بعض الاشياء المفيدة، بس هذا ما يخليني اغلس على التمثلت مال حضرتك. وبعدين انت هنا مو ناشر انه الاغاني حرام وما ادري شنو ورايح وراها بش كم يوم منزل اغنية. انا ما اقول لك صير معصوم، لين كنا بشر وكلنا نغلط وما عايرك بهذا الشيء، بس ما تحكي شيء وتسوي عكسه هذا الشيء ما مقبول. شوف خويا العزيز حسوني، ما اريد اتهمك بالرياء، بس انت مواضيعك اغلبها تحث عليه وما بيها هدف ديني، فقط لغايه ارضاء المجتمع والعيب. يعني خاف يقولون عيب وخاف يقولون ما ادري شنو، صحبان اخوك وشيبات ابوك، ومن هاي المواضيع اللي ما اعرف شنو المغزى منها. هاي المواضيع تشوفها ينشرونها قبل 6-7 سنوات او اكثر بالفيسبوك وبهاي المواقع اللي ما اعرف شنو. ليش بدل ما تمشي منزل راسك وعبايتك وشيبتك وحجابك بشي نهار تكسب نهار تنزل نهار وطيح الله حظك. شو مسوي يعني عمي؟ شو مسوي؟ ليش انزل راسي؟ اوكي، انا ما اقول للبنات انه يعيطون بالشارع ويضحكون بالشارع، حتى الله سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمشي في الارض مرحا، وتكمله الايه يعني انه معناها لا تصير خفيف. ما راح يضر لو مشيت بثقه وانا رافعه راسي. ليش حتى انزل راسي وانا ما مسوي شيء؟ يعني بس حتى احصل مدح منك ومن امثالك. ليش ماخذين الدين بهاي الطريقه؟ بس اخويا ما ننكر انه لك بعض المقاطع الجيده، بس ترى هو عندك تناقضات بمحتواك، وانهم مسوين الى جيش فد بنات، يعني فد فانزات حطات الصور مالته وما ادري شنو. وواحده من الفانزات هنا ناشرت له تصميم ويقول بناتي. خويا انت بيك بيدلوفيا، شنو بناتك؟ شنو بنيتي؟ شنو هالكلام هذا اصلا؟ وفدش كم نموذج طلعوا ذيك الفتره يغلطون عليه ويسيئون إلى بدون ما يعرفون السالفه او بدون ما يفتهمون. حشى السامع مجرد قطيع ورا الترند، بعضهم راح ينشهر من ورا هاي السالفه، وصراحه راح يصير لعبان نفس. انا نزلت هذا الفيديو مو على مود الترند ولا اكرهه ولا عندي عداوه وياه، حبيت اقول اللي اشوفه. ماكو مانع انك تستمر بالنشر، بس المانع انك تحكي كلام ما له داعي. تقدر
تستمر من نشر، بس احكي كلام موثوق وكلام له دخل بالدين وإلى مصادر، وتجيب لي سالفة البرتقالة وتجيب لي كلام من الفيسبوك قديم مدري منين جايبه. آخر مرة أقول لا تتصرفون بجهل ويا أي ترند مثل اللي طلع وتصيرون مجرد قطيع تبع للترند. بدل الأسلوب هذا الرخيص واللي يفتقر للذوق، تقدرون بكل بساطة تنتقدون باحترام، تقدرون تبينون تربيتكم، لأن ببساطة تصرفاتك يبين أنت إلى أي مستوى تنتمي. وبس لا تنسون تتابعوني انستا اتفاعل هناك. التقيكم بفيديو آخر إن شاء الله.